يا شباب، يا بنات، يا كبار، يا صغار، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أرجوكم الانتباه لهذا الكلام الخطير. احنا في شهر ايه عربي؟ احنا في شهر ذو القعدة. يعني احنا خلاص أيام قلائل وهندخل على أفضل أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. والأيام دي أنا إن شاء الله هسمعك من تفسير آيات لتفسير أحاديث لتفسير أقوال الصحابة ثم السلف الصالح ثم الخلف رضي الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. فبالله عليك أنا جاي أقول لك اشحن قلبك. اشحن قلبي إزاي؟ طيب أنت طبعا عارف ذو القعدة من الأشهر الحرم التي عظمها ربنا سبحانه وتعالى، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ما تظلمش نفسك وما ظلمهم الله وما أنا بظلام للعبيد. خذ الأمر ربك مش ظلام. أمال إيه؟ أنت اللي ظلمت نفسك. أنت اللي ظلمت نفسك بقلة الطاعة وباستهتارك بالمعصية. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا قبل ما أتكلم في الموضوع عاوز أقول لكم على حاجة. إحنا طبعا الشهر اللي فات ده كان شوال. في ناس ضيعت الست من شوال على يوم. ده قدام عيني والله أمام عيني على يوم ضيعت، والعياذ بالله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثوابه من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كأنما صام الدهر كله أي سنة. وفي ناس بتصوم وبتكسر تتبع جنازة، بتصوم وفي بر بيتبع جنازة وبيكسر يزور مريض ويطلع صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ال4 دول صيام يوم وزيارة مريض وصدقة واتباع جنازة تكتب لك الجنة. طب ما طبقتهم ليه؟ ما طبقتهمش ليه ربنا يكرمك بصيام يوم وجنازة وتكسر تزور مريض وتطلع صدقة؟ زور أخوك، زور أختك، زور أمك، زور جارك، زور أيا كان مسلم أو نصراني. زور يا عم، ده لله. فأنا جاي أقول لكم العبادة العبادة العبادة. طب يعني نعمل إيه دلوقتي؟ بكرة الأيام القمرية 13 و14 و15 كما أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا الأحاديث اللي أنا أذكرها ذكرتها مرات ومرات، وأطبق قول الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ من صام 3 أيام من كل شهر كان كصيام الدهر كله، أي كصيام السنة كلها. يعني إيه؟ يعني نزل قول الله سبحانه وتعالى تطبيقا لهذا الحديث: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. الحسنة هنا ب10. وأنت بتصوم في الشهر 3 أيام يبقى اليوم ب10 أيام، ولا 10 30. وأنت بتصوم 3 أيام كل شهر يبقى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عن أبو هريرة وفي رواية عن عمر رضي الله عنهم أجمعين وعن المسلمين جميعا يا رب، قال: أوصاني، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي ب3 لا أتركهن أو لا أدعهن حتى الممات: صوم 3 أيام من كل شهر، والنوم على وتر، وركعتي الضحى. خلاص، صوم 3 أيام وركعتي الضحى والنوم على وتر. خلاص يا شباب، اتفقنا يا آباء، اتفقنا يا أمهات، اتفقنا يا كبار يا صغار يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم تشحن قلبك بذكر الله قبل الأيام دي يا جماعة. الأيام المقبلة علينا 10 أيام. رمضان كان شهر، يعني رمضان كان يحتمل فطور. 10 أيام دي لا تحتمل فطور. رمضان كنت بتجاهد نفسك بس، انت 10 أيام اللي جايين دول بتجاهد الشيطان معاه، نفسك والهوى والدنيا والشيطان.
والشيطان بالذات يوم عرف الشيطان مقهور، شجع عمره كله بيضيع في الإنجيل بالذات يوم عرفة. فلازم لو ما فوقتش دلوقتي هتفوق امتى؟ هتفوقوا امتى يا شباب؟ يا شباب عاوزين الطاعة تبقى أفضل من كده، وأنت بالله عليك ظبط من لبسك شوية، بالله خطوة خطوة. مش شرط إن أنا خلاص حجاب شرع ونقاب، لأ ظبطي. لو بنطلون خليها جيبها، لو مثلا حاجة بتفصل جسمك وتقاسمه وسعها حبة. أقبل على الله بقلبك يقبل الله عليك. وأنت يا شاب لو بتكلم بنت اتق الله وسيبها، وربنا هيجيبها لك الحلال، وإن ما جابهاش هي هيجيب لك الأفضل منها والأحسن منها والأتقى منها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوض الله خير منه. يا شباب الكلام كتير، بس أنا والله عشان بس ما طواش على حضراتكم، بالله عليكم أنا قصرت معاكم كتير في الفيديوهات بصراحة، بس إن شاء الله الأيام دي إن شاء الله يعني مش هضيع يوم إلا في فيديو جديد. فأرجو طالما أنت وصلت معايا لنهاية الفيديو اللايك، لازم تدوس على اللايك لأن بيظهر لغيرك، بس ندوس بنية حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الدل على الخير كفاية عليه. متنساش الاشتراك برضه بنفس الحديث أن الدل على الخير كفاية عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.